والله يحضر السلامة وصافي. هاد العامة وليدي هي سبريز لاحظ واحد البوست كشفات فيه واحد المعطيات جديدة انها كتحضر من واحد، ماشي هي اللي كتحضر وانما الجمعية الوطنية لمربي الاغنام والماعز. قالت انه في واحد البوست يعني نقولوا ان قد نقص الخطر عاوتاني بكري، والسبب هاد المرة كاين بعيد علينا وبالضبط في التوترات الجيوسياسية اللي وقع في الشرق الاوسط. هاد التوترات بدات كتأثر مباشرة على سلاسل الامداد واسعار العلف في السوق الدوليه، وهادشي كيقيسنا حنا نيشان المغاربه. كما كتعرفوا المغاربه راه العيد الكبير باقي ليه شويه. المهم حنا باقيين بعد بشهور على عيد الاضحى، ولكن عبد الرحمن المجدوبي رئيس الجمعيه وضح لهيسبريس باللي الكسب المغربيه اليوم راه كيواجه تحديات حقيقيه، يعني حيت انا اي زياده في الثمن ديال العلف برا تما واخا ما كيديرش من معبر هرمز. المهم هادشي كامل غيأثر على الزيادة في الثمن الأضحية في السوق الوطنية. بزاف ديال الناس كيسولوا علاش ما يطلقوش الغنم ترعى غير في الفلاحة والربيع باش ينقصوا المصاريف. الجواب راه سهل. الجواب راه سهل، على حسب تصريحات المجدوبي اللي في سبريس كيرجع للمسألة هي الجودة، حيت حولي العيد المعدة ديالو كتحتاج ضروري العلف المركب الفصا باش يجي سمين وفيه الشحمة. المهم المرعى الطبيعي بوحده ما كافيش باش يعطينا اضحية في المستوى اللي كيتسناه المواطن المغربي. دابا الكساب المغربي واحد بين مطرقة غلاء الأعلاف عالميا وسندان القدرة الشرائية للمواطن أصلا متأثرة بالتضخم. بالكم واش هاد الإنذارات غتخلي الحكومة تدخل في الموقت وغنتفاجئوا نهار العيد بأثمنة صادمة ديال بصح. هادشي اللي كاين الدراري. المهم شاركونا آراء ديالكم في الكومنتيرات وما تنساوش تتابعوا إلا بغيتو هادشي. الصلاة على النبي والسلام عليكم.